وجهتنا الآن مراكش التي اختتمت بها قبل قليل فعاليات الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم، وأعلن هذا المساء عن الجوائز. الجائزة الكبرى للمهرجان فاز بها فيلم هانكونغ جو للمخرج الكوري الجنوبي لي سوجين. وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشرة بمراكش مع عبد الغني جبار. مساء الخير عبد الغني، لك الخط إذن، تفضل. شكرا نادية. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وكما أشرت إلى ذلك نادية، اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم، دورة أضفت على المدينة الحمراء وعلى امتداد 9 أيام أجواء تعبق بسحر الفن والسينما وببريق نجوم الشاشة الفضية. ويحضر معي مشكورا هذا المساء السيد نور الدين صايل، نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان. أستاذ صايل، أولا تعليق أولي على متابعة ساكنة المدينة وزوارها لفعاليات هذه التظاهرة. المتابعة هو المهرجان ديال مراكش أولا مهرجان مفتوح على كل الفئات المتواجدة في مراكش. يعني المراكشيين عارفين على القضية هذه، هو مهرجان دولي للفيلم، ولكن التعامل ديال الجمهور المراكشي مع الفيلم شيء غريب جدا وقوي. كاين بزاف ديال المهرجانات عبر العالم وفي العالم العربي اللي تنشوفوا مهرجانات اللي يمكن عندها واحد التنظيم واحد التشكيله عاليه جدا بدون جمهور. احنا تنفتخروا بان المهرجان عنده واحد القيمه عاليه جدا، وبان الجمهور المراكشي تينخرط معنا في هذا المشروع السينمائي اللي هو مشروع سينمائي ديال البلاد. تنشوفوا جمع الفنان شيء غريب، تكون هذيك الساحه فيها 10,000 الى 15,000 ديال الناس تينتظروا الفيلم وتيشوفوا هذا الفيلم. فهذا تيبين هذاك مدى التوافق اللي تيمكن تصنع السينما عندما تخاطب مباشرة الجمهور. وقبل قليل وكما تابعنا ذلك مباشرة على الأولى، أعلن عن نتائج الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفيلم بتتويج الفيلم هانكونغ جو للمخرج الكوري لي سوجين بالنجمة الذهبية للمهرجان، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الكوبي الفنزويلي المسبح، وجائزة أحسن دور نسائي لإليسيا فيغندر عن دورها في الفيلم السويدي فندق، وجائزة أحسن دور رجالي كانت مناصفة لديدي ميشون وسليمان دازي عن فيلم اللذان شاركا في فيلم حمى لهشام عيوش. وأيضا وجائزة الإخراج عادت لأندريا بالاورو من إيطاليا عن فيلمه أمادياس. يحكي الفيلم قصة بنجمان الذي يبلغ من العمر. The Best Actress Award goes to Alicia Vikander. Elle a joué notamment dans Anna Karenine de Joe Wright. Scène, merci beaucoup. The award for Best Director goes to Andrea Palaoro. Corny, il reçoit ce prix de la mise en scène pour Médéas, son premier long métrage. Passage de relais, et quel passage! Goes to the swimming pool. Swimming pool. أريد أن أشاطر الزملاء الذين شاركوا في هذا المهرجان هذه الجائزة، وإنه مهرجان رائع بالفعل، لأنه المهرجان الوحيد الذي يبدأ بتقديم جائزة. السيد نور الدين الصايل، يعني النتائج التي خلصت إليها لجنة التحكيم التي كان يرأسها المخرج الأمريكي الكبير سكورسيز، هل هي نتائج كانت متوقعة أم أن هناك مفاجآت؟ متوقعة؟ لا، لأن كل الأفلام كانت تستحق أن تكرم من طرف سكورسيز، ولكن عادلة جدا، عادلة. يعني سكورسيز واللجنة التي ترأسها قامت بعمل جبار حقيقة، لأن لم يكن من السهل الاختيار ما بين هذه 15 فيلم، أو على الأقل فيما بين 8 أو 9 أفلام. كانت العملية صعبة جدا، وكونهم أعطوا الجائزة الكبرى لي سو جين يعني في شجاعة كبيرة. هذا أول فيلم لهذا المخرج،
وهل تعرفون يعني أن التقدير الخاص اللي عندي للصناعة في هذا البلد في كوريا الجنوبية أعتبر بأنها النموذج المطلق الذي يمكن للمغرب أن يقتدى به فعلا. وهذا التتويج هو ضمان لتعامل سيكون قوي إن شاء الله ما بين المغرب وكوريا الجنوبية. هناك اختيار كان صعب ولكن شجاع. هناك أيضا لحظة كانت مؤثرة جدا، هي فوز الطفل ديدي ميشون بجائزة أحسن دور رجالي مناصفة مع سليمان دازي من فيلم حمى لهشام عيوش. لا هذا شيء خاص جدا، هذا نفتخر الآن اليوم لكون أولا في شجاعة سكورسيز واللجنة، ولكن أنا سعيد جدا لكون مخرج مغربي الآن وصل إلى التتويج في هذا المهرجان. هشام عيوش يعني يستحق كل تنويه لأنه أوصل المغرب إلى أن يعترف به في مراكش، واختيار للطفل حتى يتوج طبعا هو اختيار مزدوج ما بين الطفل والأب، كان موقف ذكي جدا من طرف لجنة التحكيم وأظن من طرف سكورسيزي. فقرة أخرى تحسب للمهرجان سيد سايل هي فقرة مسابقة سينما المدارس، والتي أعلنت لجنة التحكيم مساء أمس، لجنة التحكيم التي كان يرأسها المخرج المغربي نور الدين الخماري أعلنت عن فوز الفيلم القصير باد للمخرجين الشابين أيوب الهنود وعلاء أكعبون بالإجماع عن فوزهم بجائزة المسابقة. نتابع تقرير في الموضوع عدته سمية بالعياشي، ياسر الدغمي والمهدي مورين. الفقر والإعاقة اجتمعا ليجعل من سمايكا شابا على هامش الحياة، نفسية محطمة تتقاذف بين احتياجات الروح والجسد وحاجز التواصل، وأمام انسداد الأفق يبقى العنف وسيلة لتفريغ المكبوت. هي حكاية إنسان اخترقت حواس أعضاء لجنة التحكيم لتخرج متوجة بجائزة مستحقة. بحالي بزاف حيت خدمنا بزاف باش نقدروا نوصلوا باش نقدروا نديروا هذا الفيلم هذا، خدينا وقت طويل باش كتبناه والحمد لله في الاخر قدينا نصوروه. وكنقول شكرا للممثلين اللي كانوا معنا، شكرا لليكيب اللي كانت معنا. كنتمنى ان حتى اللي جايين يحاولوا يقولوا داكشي اللي كيحسوا به بصح بلا ما يحاولوا يسونسوريو راسهم ولا يخبيو على راسهم شي حاجه، وهذه هي الطريقه الوحيده باش تقدر تبقى غادي لقدام. لفيلم باد إذن كان التتويج 300,000 درهم قيمة الجائزة التي وهبها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد للفائزين، سيخصصانها لإنتاج الشريط السينمائي الثاني تحت إشراف مؤسسة المهرجان. إذن هذه الجائزة سيد نور الدين سايل أحدثت سنة 2010 في الدورة العاشرة. رسالة المهرجان بإحداث هذه الجائزة، هو كان تساؤل مطروح في لجنة التنظيم ماذا يمكن أن يقام به من طرف المهرجان، أن يقوم به المهرجان لإيجاد يعني فاعلية جديدة تأتي من الشبان. فإذا بفكرة المدارس، لنا مدارس في المغرب على الأقل 10 أو 15 مدرسة معترف بها، وفكرنا في أن تكون هذه المباراة. وعندما وصل هذا الخبر بعد اللجنة أوصلناه إلى رئيس المؤسسة الأمير مولاي رشيد، يعني أخذ الفكرة وتبناها بكيفية مطلقة إلى درجة أن هبة من طرفه لهذه الجائزة. ما جديد الفائزين جديد الفائزين ما وجدناه هو أن أول اختيار كانت يعني طالبة شابة محاسن، عندما توصلت بهذه الجائزة يعني عجزت في مرحلة أولى بأن تسرع في إخراج الفيلم، وفهمنا لماذا؟ لأنها واجهت الصعوبة الحقيقية في الإنتاج. قدمنا فيلمها هذه السنة وهو فيلم جميل جدا، ومن المنتظر وما يمكن أن نحلم به هو أننا عندما نقدم جائزة خلال المهرجان نقدم الفيلم الذي ينتج بهذه الجائزة في الحصة اللاحقة للمهرجان. إن وصلنا إلى هذا الإيقاع فسنكون في آن واحد ساعدنا على بروز سينمائيين جدد، وضمننا للمهرجان أفلاما قد تكون من أحسن ما يمكن أن يقدم لجمهور المهرجان. وأدعوكم سيد نور الدين سايل الآن لمتابعة أقوى لحظات صعود البساط الأحمر خلال هذه التظاهرة، وأكيد أن كان هناك يعني نجوم كثر حضروا هذه السنة
شارون ستون، سكورسيز، عادل إمام، يسرى، مجموعة. طبعا يعني بعد أساسي من المهرجان هو مهرجان سينيفيلي حقيقي في المسابقة، نختار أحسن وأرفع الإنتاجات، ولكن هو مهرجان احتفالي كذلك بالسينما. كيف يحتفل بالسينما بدون ما يكون معنا عادل إمام ويسرى وشارون ستون؟ يعني هذا البعد الأساسي من السينما الذي يتعامل مباشرة مع الجمهور، يساعد على الحلم المطلق بما يقدمه السينما للناس، لكل الناس. نحن نجمعه ونؤلفه كذلك مع البعد الإبداعي المحض. هذه خصوصية مراكش. فبنفس الكيفية التي نكون بها في السينيفيليا المطلقة نكون فيها كذلك في الاحتفالية المطلقة، وبنفس الكيفية التي نكرم بها دولة من أهم الدول في الإنتاج السينمائي أو دول هي مجموعة من الدول اسكندنافيا، كذلك نقدم لكل المهتمين بالسينما دروسا من مستوى رفيع جدا. يتقدم بهذه الدروس سينمائيين من أمثال جيمس غراي، فلاسفة من أمثال ريزيس دوبري أو من أمثال إدغار موغان. فمراكش تحاول هذه الطبخة الجديدة للاحتفال بالسينما مضمونيا إبداعيا وجماهيريا. والمهرجان يحاول أيضا تجاوز عائق مثلا البصر، خصوصا من خلال مثلا الفقرة التي تخصصونها للمكفوفين وضعاف البصر. كذلك لأننا لا نقبل أن يكون في المهرجان من يمكن أن يعتبر نفسه مهمش. والفكرة التي تقدمنا بها منذ 4 سنوات، هذه هي السنة الخامسة، ونقدم بها أفلام من أهم الأفلام العالمية. هذه السنة كان فيلم كازينو لسكورسيز، وكان فيلم مغربي العربي لإدريس المريني. نقدم هذه الأفلام للمكفوفين حتى لا يكون هناك أي تهميش. وهناك التكنولوجيا الجديدة يعني هي التعليق داخليا من داخل الفيلم حتى يكون المكفوف يسمع كل أصوات الفيلم، ولكن توصف له كل الصور. وحاولنا نحن يعني حاولنا أن نكون في هذا الموقع، وهو شيء غريب فعلا، إنك تحس بالفيلم وكأنك تشاهده حقا. يعني سيد نور الدين الصايل، نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة مهرجان الدولي للفيلم بمراكش، نشكرك ونشكر مساهمتك معنا في هذه النشرة. شكرا. وقبل توديعكم أود أن أشكر كل الزملاء الصحفيين والتقنيين الذين عملوا إلى جانبي من أجل أن نتواصل في أحسن الظروف. إذن الشكر موصول للجميع هنا بالمهرجان الدولي للفيلم. إذن كل هؤلاء كانوا في خدمتكم طيلة أيام المهرجان وطيلة أيام الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم التي اختتمت هذا المساء. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. شكرا لك عبد الغني جبار، شكرا لضيفك سيد نور الدين صايل، وشكرا للطاقم الصحفي والتقني الذي واكب هذه التظاهرات الفنية بمراكش.